السيد السوداني طلب أن يجتمع باللجنة حتى يسمع من عندها التفاصيل وما سينفذ أو ما سيتحقق في بغداد. اجتمع باللجنة، بالفعل اجتمع باللجنة، وآخر سؤال كان للسيد السوداني، سأل مسؤول اللجنة اللي هو يعني بريطاني، ما أقول أكثر من هذا لأنه يمكن يتم الكشف عنه. سأله السيد السوداني، قال له هذا ايش قد يكلف المشروع؟ قال له دولة رئيس الوزراء يكلف 19 مليار دولار. أوف. مترو بغداد. اي 19 مليار 19 عفوا 19 مليار دولار. فالسوداني قال اوكي خلاص انتهى الاجتماع. طلع السوداني، منو دخل على اللجنة؟ حج عباس. هاي طبعا معلومة دقيقة وانا مسؤول عنها استاذ مهدي، وحق الرد مكفول. هو طبعا كل هذا براسك. انت تتحمل. دخل حج عباس، قال لهم، شوف راح اقرا لك النص. زين، هو حج عباس نوافق هذا على كلمة حج عباس هذا يعني جفرة لو اسمه اخو السوداني، السوداني لا عباس السوداني. مستر 30%، تتذكر مرة سولفت لك عنه؟ مستر 30%، مستر 30%. طيب، قال بالنص نوافق على تنفيذه مقابل 1,200,000,000 دولار هدية لي. وأضاف العباس، وأضاف خليني أكمل. شوف هذا شوف التضليل والتستر بالمقدس. أضاف لأنه كان أكو بعض الأعضاء اللجنة عراقيين، يعني أجانب عراقيي الأصل، شلون أمريكان عراقي أمريكان مثلا. فقال نوافق على تنفيذه مقابل 1,200,000,000 دولار هدية لي. وأضاف مبتسما رسول الله قبل الهدية،